ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان الحر مبهدلنا في البيت. فاكرين في السنه اللي فاتت لما اشتريت البيت في التوقيت، يعني كان في شهر واحد اللي فات. عايزه اقول لكم ان كان استلمته في شهر 2 وزرعته في شهر 3 او في اول 4. كان البيت حلو، ما كانش حر بالطريقه دي. عايزه اقول لكم ان البيت هو يعني بصوا كأني دخلنا النار كده. فعشان طبعا المكان ده كنت زرعاه الاول وكان بيدخل هواء بطريقه غريبه. سبحان الله، وجود الزرع في المكان بيرطب المكان، ما تعرفوش ليه. فقلت طب على ايه يعني، طب ما نزرع في المكان تاني ونرطب المكان. وخصوصا ان انا عندي وز صغير عايز خضار ومش بلاقي له خضار وما بنزلش السوق كتير. ممكن وانا جايه مثلا من شغل ولا حاجه اروح جايبه ايه، مثلا طماطم، جايبه بطاطس، جايبه فاكهه، جايبه حاجه، فمش بنزل السوق كتير. ما بعرفش اجيب خضار للوز يعني. ومفيش برسيم موجود خلاص، الارض كلها نشفت. فقلت انا ازرع شويه ذره كده عويجه منها، الزرع يرطب عنها المكان شويه والمكان يبقى طري وحلو كده، يبقى فيه هواء. وزي ما انتم شايفين ولعت على المحشي، حشيت المحشي وخلصته وحطيته على النار وخلصنا شغلنا. وقلت نيجي بقى على المكان كده، هاتي وراه كده على المكان كله. نيجي على المكان كده نحفره كده، وحفرت فيه شويه، قلبت الارض كده، هقلبها كمان شويه ونبدا نزرع على طول ان شاء الله. بعت اجيب ذره عويجه، هوريكم بذره الذره العويجه دي سهله جدا، من اسهل الزرع اللي ممكن تزرعيه في المكان على فكره. السنه اللي فاتت كنت زارعه كركديه، وكنت زارعه باميه، وكنت زارعه ملوخيه وجرجير وفجل، كان حاجات كتير. وايه تاني يا رب؟ وكركديه. الكركديه كان طالع، كان جميل الكركديه. يعني الحاجات اللي انا جربتها كانت حلوه معايا قوي. الملوخيه هجيب برده ملوخيه وهنزرعها. وجرجير كان برضه طالع حلو. الملوخيه كان سكر. الملوخيه كانت سكر. كنا بنجمع ونعمل منها ونطبخ منها. فهنعمل بقى ايه، هنرطب المكان شويه. عارفين لما رشينا شويه ميه كده، حسيت المكان رطب شويه. المره اللي فاتت زرعت قته بس مش زرعنا قته وطولت بس مش طلعت. وايه تاني، الباميه برضه زرعناها طولت، عليت بس ما طلعتش حاجه. فالمره دي كده هنقوم نقلب الارض كده، نقلب الحته اللي هنزرع فيها كده بالفاسه، وربنا يسهل وانتم معانا بقى واحده بواحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو وان شاء الله تسعدوا منه كتير قوي. زي ما وريتكم كده اول الفيديو كنا قاعدين في الارض، لكن الارض دي قعدناها بعد ما خلصت المحشي بصراحه، وولعت عليه على النار وكل حاجه. فحبيت كده نشارككم معانا اليوم بتاعي كده او شغل النهارده. عملت الصلصه بتاعت المحشي كده على السريع، وسلقت الكرنب قبل ما ننزل الارض. عايزه اقول لكم ان البيت حر جدا عندي، الجو صعب، مشغله المروحه، مش عاملين اي حاجه والله. معرفش ده كله بقى كده يعني كل البيوت كده ولا عندنا احنا بس، عشان خاطر المكان عندنا صعب بصراحه. هنا بقى سلقت الكرنب وسلقت وعملت الصلصه بتاعت المحشي. بس يا مادة البس. وجبت هنا بقى ايه، كان عندي شويه هياكل وحته فرخه كده، نص فرخه على شويه هياكل على شويه رجول على شويه كبد وقوانص، وكلهم هيتسلقوا وهيعملوا شوربه حلوه للمحشي وخلاص. حطيتهم يتسلقوا على النار، حطيت عليهم ورق لورا وفلفل اسود وملح وواحدتين حبهان ونص كوبايه ميه كده، وولعت عليها. انا بحب ما اكترش ميه على الفراخ وهي بتستوي. انا بحب رجول الفراخ البيضاء يا جماعه الخير، عشان مفيش حد يستغرب ان احنا بنسويها يعني. كنت حطيتها بقى على النار كده، وكانت الطماطم اتسبكت، وكنت سلقه الكرنب من بدري. كان عندي شويه كتاكيت كده بعتهم وخلصتهم، ورحت سلقه الكرنب بدري جدا، كانت حوالي الساعه 7 الصبح كده. وهنا جبت رز بلدي من اللي انا مخزناه. يعني عايزه اقول لكم ان تخزين الرز في البيت ده حاجه حلوه قوي، ما بتشيليش هم حاجه. ليه بقى؟ طول ما انت عندك الرز في البيت فما بتشيليش هم حاجه. بصوا احنا بنحب الرز، يعني احنا بنحب اكل الرز، ولادي بيحبوا ما يعرفوش ياكلوا حاجه من غير رز. فعشان كده بخزن الرز بقى عندي طول السنه. بجيب مثلا 3 شويله او 4 شويله، شكاري كبيره ربع طن مثلا، وبخزن ربع طن عندي بيكفيني السنه كامله لحد ما الرز الجديد بيطلع. الرز الجديد ده بقى الرز اصلا بيتزرع عندنا في الشرقيه وفي بحر الاسطول، يعني ما بيتزرعش في الصعيد تقريبا كده. المهم عملت كيلو رز. انا لما بعمل محشي بعمل كيلو رز كامل او كيلو الا ربع، يعني يا كيلو الا ربع يا كيلو. فانا عملت كيلو كامل المره دي. كترت شويه، قلت عشان ايه الحبايب يدوقوا معانا يعني. انا جبت كرنب البلد اللي انا جايباه معاكم امبارح، صورته لكم في الفيديو بتاع المشتريات بتاعه السوق.
سلقت الكرنبتين مش واحده، يعني عملت الاتنين مع بعض. كان فيهم واحده طبعا يعني ورقها تحسوا ان هو مهري شويه، بس كانت حلوه والله. طيب يعني شوفوا الكرنبتين حشوا حله كبيره قوي، خدوا كيلو رز وحشوا حله كبيره قوي. انا بحب المحشي رفيع، لكن مغلوبه على الامر ان انا اعمله تخين شويه عشان الولاد بيحبوه تخين. يعني عند سيد ابني بيحب المحشيه تكون تخينه، ما بحبهاش صغيره ولا رفيعه. فبقيت اعمل بقى ايه اللي ياكلوه. هنا بقى ايه زي ما انتم شايفين كده، بدأت الارض كان انا كنت عملت المحشي وحطيته على النار وطفيت على الاجزاء اللي انا عاملاها والهياكل، طفيت عليها خلاص. وده المنظر بتاع الارض اللي ورا قبل ما نحفر فيها ونعمل فيها حاجه. قلت للولاد ايه، نضفوها، شيلوا الورق والقش والحاجه اللي فيها كلها ورشوها رشه ميه خفيفه عشان لما اقلبها بالفاسه ما تعبش، يعني اعرف اقلبها بسهوله، لان هي بقالها دلوقتي حوالي 6 شهور ما تزرعش فيها حاجه خالص من اخر زرعه، وكانت بلطت بقى خالص. خليت روى نضفت كده وشالت، بتقول يا ماما انا هروح اقلبها لك. شايفه الارض صخره ازاي، اللي هو ناشفه قوي ازاي. روى بتقول لها هروح اقلبها لك. قلت لها لا مش هتقدري اصلا تخبطي خبطه واحده بالفاس. فسبتها كده وقلت ايه الولاد يخبطوا شويه وانا اروح اكمل على الباقي. هنا ماده كان بيسقي الزرعه بتاعت التينه دي، كانت متبهدله خالص. حفرنا ونضفنا حواليها ونزلنا لها رمل عشان الرمل بيكبر الزرع وبيقويه كده، وما شاء الله بيخليه يطرح بسرعه. وماده هنا بقى كانت فرصته الوحيده في لعب الميه، هو بيموت في عك الميه والخرطوم، بيحب اللعب بتاع الميه جدا. هو يستحمى لوحده، يقعد في الحمام ساعتين 3 تحت الميه عادي، في البرميل ولا في الطشت ولا مش عارفه في ايه، عادي جدا. لكن ان انا اما اقف احميه ولا حاجه يبهدل الدنيا كده. هنا بقى جيت اهو قلت اشوف الولاد اخليهم كل واحد شايفين بقى يا حبيب قلبي رشات ميه كده، والله حسيت ان كان رطاب والهوا جاي لي مش عارفه جاي ازاي. بصوا بقى عشان البيت اهو زي ما انتم شايفين كده، البيت دور واحد بس، فالسقف بتاع البيت كله نار، ما فيهوش غير اوضه واحده بس اللي مبنيه على البيت. فالاوضه هي اللي مبنيه على الاوضه فروعها، فهي اللي حلوه. انما باقي البيت نار، بعيد عنكم نار جهنم فيه. شغاله مروحه تحسها بتجيب حر، بتهاتي او بتعمل حاجه كده وهي ما فيش يعني. فشويه الزرع لما يترشوا ميه كده هضطر حوالين البيت هتسحب، يعني هيسحب الحراره شويه، يشفط الشمس شويه وهكذا. قلت نقلب كده في الارض كده شويه ونشوف لو قدرنا نزرع النهارده هنزرعها باذن الله. بس ننضف بقى، نشيل لو في اي كيس اي قشايه اي حاجه هتتشال. والخرطوم اهو شغلناها، بس هنغرق الارض ميه تاني، لسه طبعا ما اتغرقتش، لازم تتغرق كمان عشان خاطر هنزرع الذره دلوقتي اللي انا بعت اجيبها، اللي هي الذره العويجه. الله اكبر. بصوا هنا بقى ايه، هنا زي ما انتم شايفين عملنا 3 فحارات كده، دول بقى هنعمل فيهم، هنزرع فيهم مانجا، اللي هو بذر المانجا. لقينا كام بذرة مانجا كده، كنا جايبين مانجا صغننه، مش عارفه هتبقى حلوه في الزراعه ولا لا، بس احنا مش فارق معانا احنا نطلع ثمره قد ما فارق معانا ان هو يطلع ويبقى اخضر قدامنا كده وخلاص يعني. فهنبدا نملى دول ميه كده ونبدا نزرع فيه. بتعمل ايه يا ماد؟ ماده بتعمل ايه؟ بتلعب ولا بتزرع؟ بعمل زرع علي. بتعمل زرعه ايه؟ صغيره. عملت زرعه صغيره اسمها ايه انت بتزرعها؟ اسمها زرعوية. زراعيه. هتزرع ايه بس؟ مش تعمل بايديك كده، ضفرك هتتبهدل. بص هتزرع ايه؟ مانجا. مانجا؟ جايبها منين المانجا دي؟ انت اللي اكلها؟ هو اللي اكل المانجايه. بتعمل ايه يا ماد؟ بتصور ولا بتسقي الارض؟ تسقيها؟ شاطر. هتزرع ايه يا ماد؟ باميه؟ مانجا. مصمم يزرع مانجا. شايفين؟ بصوا الميه اصلا الجو حر جدا، فالواحد اللي هو عايز يعمل حمام سباحه دلوقتي، مش عايز يزرع وبس. تعمل ايه يا ماد؟ الميه حلوه؟ اغسل رجليك بقى. شاطر. البس الشبشب. ايه اللي انت عملته؟ البس الشبشب بقى وانت بتغسل رجليك. البس، حط رجليك التانية في الشبشب، اغسلها بقى تاني وهي في الشبشب كده. قول لهم حطوا لايك بقى لماد. حطوا لايك. لمين؟ حطوا لايك لمين؟ لا
التليفون هات انا نفسي عادي. بصوا بقى يا حبايبي، جبت اهو كيلو ذره عويجه اهو، شايفين الذره بتاعت الحمام دي بقى اللي تزرعيها في الارض تطلع لك الخضار العالي ده، وبتطلع على طول مسافه يومين ثلاثه تلاقيها طلعت. هنروح دلوقتي بالخشبه دي كده هحفر، وكل مكان احط فيه 3 وحدات او 4 كده. بصوا ده يزرع كتير قوي على فكره، الكيلو ده يزرع ارض كامله، بس احنا مش عندنا ارض ولا حاجه، ده حاجه قليله. تعالى هنا. بصوا بقى يا حبايب قلبي، شوفوا ايه ده الشراب. بصوا في كل حبه كده بالايد التانية ترمي حبه وتداري عليها. على الناشف بقى، تعملي ايه؟ على بعد ما تسقي زي ما انت عايزه. اعمل حط احط حبه صغار، بتغار حبه كده. بصي بص حبه كده ده كله حط. انا ما جربتهاش ان انا ارشها على الوش كده بصراحه، انا مش عارفه اصلا لو اترشت على الوش ممكن تطلع ولا لا. دي بعمل دي بيطلع زرع. قوم انت بتنام في الارض ليه كده؟ قوم كده. شوفوا بقى لو في حصو في اي زباله شيليها، الحق يا ساي، عشان الحاجات ديت ايه دوده بتعطل بقى انا هروح بقى على الحته التانيه دي، هبدر بقى شويه كده نشوفها برضه هتطلع ولا لا. وهنا بقى ايه زي ما انتم شايفين خططنا الارض كلها زي ما انتم شايفين كده. كان حبيب فوق على السطوع، قلت له صور لي حبيب من فوق كده اما نشوف منظر الارض بعد ما اتخططت بقت عامله ازاي. هنا خططنا الارض وزرعتها كلها، وقلت اسقيها بقى، اسيب الخرطوم فيها يسقيها ميه. عايزه اقول لكم ان المكان فعلا فعلا سبحان الله الميه بترطب المكان كده، وبتحسي وقتها ان انت عايشه اللي هو بصوا الهوا جايلك من ما بتعرفيش جايلك من اي مكان سبحان الله. بس عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه الخير، اكتر حد بيتعب في شغله فعلا الفلاحين، والله العظيم انا عذرتهم النهارده. او كل ما بعمل حاجه في الارض مثلا احاول ان انا ازرع اي حاجه حتى لو حاجه بسيطه كده، بعذر الفلاحين جدا. انا دايما بقول انا شغل صعب وبتعب وبتهدي حيلي وشغل صعب جدا، بس لما اجي اجرب ان انا اعمل حاجه او شغل من شغل الفلاحين بحس ان هم قد ايه بيتعبوا فعلا. شايفين حته ارض قد ايه مش كبيره، ده حاجه صغيره قوي يعني، وعشان افحرها افحت فيها كده في الحر ده، وان انا ازرع الحته دي يعني انتوا شايفين حته صغيره برضو مش كبيره. حسيت ان انا تعبت قوي والله، حسيت ان انا فعلا الحر تعبني جدا وتعبانه جدا وجسمي كله متكسر بسبب القصه دي. فربنا يكون في عونهم يا رب، وربنا يأجرهم خير. عايزه اقول لكم ان مفيش شغل سهل، كل شغله بتكون صعبه وكل شغل بيكون اصعب. اوعي تقولي مثلا يا ده انا كان نفسي اعمل شغل كنت اشتغل شغلانه ما كنتش اشتغل شغلانتي، ده اللي بيشتغل الشغلانه ده مرتاح. والله العظيم ابدا اي شغلانه بتكون صعبه يعني شغلك انت هتلاقيها اسهل من شغل حد تاني، وشغل التاني ده بالنسبه له شغله صعب، بالعكس لو جرب شغله تانية مش هيعرف يشتغلها ومش هعرف يعملها. انا عايزه اقول لكم شوفوا بقى ما بالكم الفلاحين اللي بيطلعوا يجمعوا الباميه في عز الحر وفي عز النار وتشوك في ايديهم وتبهدلهم والكلام ده كله، فما بالكم بقى يعني بجد بجد ربنا يقوي كل واحد على حاله. بصوا احنا في الاول كنا اتغدينا بصراحه قبل ما انضف على الفراخ، يعني قبل ما انضف تحت الكتاكيت بتاعتي رحت غرفت لهم الاول، كان خلاص العصر بيأذن وقمت غرفت لهم الاول اتغدوا اكلوا. وبعد ما اكلوا قلت بقى قبل ما اروح بقى ايه اغير هدومي واتشطف وكده ادخل على الفراخ اغير تحتيهم وانضف والم تحتيهم يعني وكده عزكم الله. بس حته الاكل جاي في الاخر معرفش ليه في اخر الفيديو انا تقريبا كده منتجت غلط يعني، فسبته بقى. بصوا انا نضفت تحت الفراخ بتاعتي اهو، خليت تحتيهم فله وهم مبسوطين جدا لما بنضف تحتيهم بيتبسطوا. ليه بقى؟ بيبقوا عايزين يقعدوا على البلاط على طول في السقعه عشان الجو حر يعني، فبقوا نفسهم ان هم يقعدوا على البلاط على طول منهم للارض كده يطروا على نفسهم يعني. بس طبعا انا بفرش برضو فرشه بس مش كبيره
بحط فرشه صغيره شويه كده عشان خاطر ايه برضو ان الفراخ يعني ما يبقاش تحتيها تقيل جامد، فالمكان يبقى حر عليها او حاجه. هنا قلت لحبيبي يجيب لي جردلين تبن، جردلين 2 بس مش اكتر من كده، جردلين التبن كده يبقوا تحتيها يبقوا تحت الفراخ، فان هما ما يتكسحوش او يتعبوا او يبردوا جامد من البلاط يعني. وفي نفس الوقت ما اكونش كترت، عشان لو كترت تحتيهم التبن بيدفي فهيحررهم، واحنا عايزين حاجه ترطب عليهم، مش عايزين حاجه تحررهم يعني. شايفين هنا بقى خلاص خلصت اهو الفرشه بتاعتهم وفرشت لهم وبقوا نضاف وزي الفل اهو ما شاء الله. الفراخ بتاعتي دي عمر 17 يوم النهارده، فربنا يعدينا الدوره بتاعتنا على خير. بس حبيت اشارككم اليوم النهارده بقى واقول لكم تنظيف تحت الطيور. والنهارده ما نضفتش فراخ ولا بط على ايدي يعني، كانش عندي اوردرات النهارده فما نضفتش ولا فراخ ولا بط. قلت ايه بالمره كده ننزل على الارض من ورا ونحيي البيت كده، نخليه يدخل له شويه رطوبه، شويه بروده كده، بدل ما طول الوقت احنا متفصلين في الحر وفي الحراره العاليه دي، والله ما بنعرفش ننام طول الليل. يا دوبنا ننقل المروحه من هنا لهنا وننقل المروحه من هنا لهنا عشان الحراره. بصوا انا كنت خلصت المحشي، ده كان قبل ما انضف تحت الفراخ، بس هي اللقطه جت كده، دي كانت قبل ما انضف تحت الفراخ. غرفت المحشي كان ما شاء الله كان طعمه حلو جدا، والكرنب بالبلد ده مسكر جدا جدا سبحان الله. وشايفين الحله ما فيهاش ولا صباع واحد لزق حتى. هنا كان باقي مني شويه رز كده من رز الحشو، رحت عامله بصلتين في عندي، انا بحب محشي البصل، رحت جايبه بصلتين وسلقاهم وفصصاهم كده وحشيتهم برده. كان المحشي بتاعه طعمه حلو وجميل، وبألف هنا وصحة وعافية للي أكل يا رب. عايزة أقول لكم إن حلة المحشي دي مش أكلنا إحنا بس منها، ده أكل منها كتير قوي. ألف هنا وصحة وعافية على قلبهم يا رب. كنت حاطة الهياكل في الفرن كده بمسحة سمنة بلدي وسبتها تتحمر شوية، الأجنحة والحاجة كده تتحمر، لأن مش عارفة أحطهم في الزيت يعني، والكبد والقوانص وكله ياخد إيه تحميصة صغيرة في الفرن كده. وقلت أغرف المحشي بس إيه يبرد شوية، لأنه كان سخن مولع نار، كنت لسه طافية عليه حالا. غرفته وبعد كده طلعت الحاجه من الفرن وقعدنا كلنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها عنا نعمه يا رب ويحفظها من الزوال. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، لو عجبكم اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. مش بتقوم ليه؟ بتصحيك من قبل الظهر. قلت لها اللي ما خليتش صحتي تطلع تنام.